الراجل ده اتعلم اللغه الفلبينيه في 4 ايام بس، وعمل بها لقاء تلفزيوني مباشر على الهواء. فلو انت من الناس اللي بقالك سنين بتعاني في تعلم اللغه الانجليزيه او اي لغه اجنبيه اخرى، فهقول لك اسهل واسرع 3 طرق مثبته علميا الراجل ده استخدمها. الراجل ده اسمه تيم فيرس، مؤلف 2 من اشهر الكتب مبيعا في التاريخ، 4 اور ورك ويك وتولز اوف تايتن، واتباع منهم اكتر من 2 مليون نسخه. الراجل بيتكلم عن ازاي تحقق اعلى نتائج باقل مجهود، وطبق ده على اللغه الفلبينيه. الراجل كان عنده لقاء تلفزيوني في الفلبين، ولازم يتكلم فلبيني وقدامه 4 ايام بس عشان يتعلم، وفعلا يتعلمها ويعمل لقاء كامل مدته 6 دقائق مباشر على الهواء، وعمل فلوج كامل عن التجربه وشرح فيه الطريقه اللي استخدمها، واللي قسمها ل3 اعمده رئيسيه، وهو اختصرها CFC: Compress Frequency Chunks. ركز بقى عشان اقول لك بتستخدمهم ازاي. 1. كومبريس. ثاني اكبر كذبه اتضحك علينا بقى في تعلم اللغات ان انت محتاج تحفظ عدد كلمات كبير جدا. طبعا ده غلط جدا. في مقال للBBC كم عدد الكلمات التي تحتاجها عشان تتقن اللغه الانجليزيه، قالوا ان الانجليزي فيه 171 الف كلمه، في 800 كلمه دول الموست يوز، دول لوحدهم يخلوك تتعامل في الحياه اليوميه. قال لك النيتيف سبيكرز بيستخدم بس من 2000 ل 3000 كلمه في اليوم، وده اللي يخليك تقدر تفهم الافلام والمسلسلات من غير ترجمه. فالفكره مش في عدد الكلمات على قدر اهميه الكلمه نفسها. هيجي واحد يقول لي يا هاني يا شاكر يا حسن شحاته، طب انا عارف 17000 كلمه وباجي اتكلم انجليزي بقلب بطه بلدي. وهنا بقى الطريقه رقم 2، الفريكونسي. لازم تكرر الكلمات اللي بتتعلمها على فترات زمنيه متباعده ومدروسه علميه، وتكررها اسبوعيا وشهريا وسنويا. واحسن طريقه لده هي سبيس ريبيتيشن، التكرار المتباعد، وكنت عملت فيديو عنها قبل كده ازاي كنت بجيب بقى امتياز في الكليه، ودي احسن طرق للتكرار المتباعد تسهل عليكم استرجاع الكلام. اخر حاجه بقى وهي الاهم، رقم 3، السي شانك، اللي هي العبارات على بعضها. اكبر كلمه تضحك عليك بقى انهم قالوا لك لازم تحفظ كلمات بالانجليزي وقصادها معناها بالعربي. طبعا الكلام ده غلط جدا. دي السبب ان انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي، لان دماغك بيبذل مجهود ووقت كبير في تركيب الجمله وترتيب الكلمات وتظبيط الجرامر وترجمتها في دماغك من عربي لانجليزي، فتلاقي نفسك بقى قاعد يس اي ام قاعد تفكر. الحل بقى انك تتعلم زي الاطفال. العيال بيبقى عنده 5 سنين وبيتكلم اللغه ومن غير ما يعرف جرامر، عشان اتعلم اللغه جمل على بعضها. الحل انك تحفظ الجمل بالانجليزي على بعضها، ليرن باي شانك، وده اللي اكد عليه الدكتور جوليان نورثبروك المتخصص في السايكو لينجويستيك. الراجل ده عامل دكتوراه في دور الجمل الجاهزه في اكتساب اللغه وسرعه الطلاقه في الكلام، وعشرات الابحاث الثانيه بتاكد ده. هيجي واحد يقول لي طب يا هاني يا شاكر يا نقيب الفنانين انت يا جميل، انت قلت لنا الطريقه، نروح فين بقى؟ ودي تفوتني يا فنان، جايب لك الطريقه والحل. الكتاب اهم 5000 جمله في الانجليش، استخدمهم في 90% من المواقف اليوميه، ومكتوبه بجرامر صح، متسجله صوت بالامريكان اكسنت، وكمان في جزء كامل خاص بالبيزنس لو انت في الشغل او بتدور على شغل وبتحضر انترفيو. غير بقى هدايا مع الكتاب هتساعدك جدا في تعلم اللغه، زي بداخل عقل متعدد اللغات، ازاي تتكلم انجليزي زي الاطفال، ازاي تتكلم انجليزي زي العربي، اشهر 10 خرافات بتمنعك من تعلم الانجليزي، كمان كتاب خاص بالمذاكره، وكمان كتيب كامل فيه خطه كامله تتابع تقدمك يوميا لحد ما تحفظ ال 5000 كلمه وتتقنهم بالاكسنت كمان. هتلاقيني سايب لك رابط شراء الكتاب في البايو، واعمل منشن لصاحبك اللي هيذاكر معاك، عشان هنختار 3 عشوائي من الكومنتات هيكسبوا الكتاب مجانا. ولايك فولو شير، كان معكم هاني شاكر حسن شحاته.